اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد، وصفه جديده من مطبخ حبيب. طبعا بقى الواحد بجد والله يعني نفسه قفلت من اي حاجه. يعني لحوم، فراخ، سمك، مش عايزه اكل اي حاجه. فقلت اعمل معاكم ايه طبق بسيط جدا وسهل جدا، والمهم الاهم من ده كله انه مش هيكلفكم كتير. طبعا يعني الموضوع كله مش هيكلفكم 15 جنيه. طبعا صعب في الزمن ده تلاقي غدوة تكلفك 15 جنيه. فطبعا بقى مش عايزين كلام كتير. اول حاجه هنعملها طبعا مع بعض، هنعمل النهارده هنعمل بصاره، هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. معانا ايه؟ معانا ربع كيلو فول مدشوش، نقعينه لمده ساعه او ساعتين وشاطفينه كويس جدا ومصفينه. ومعانا الخضره بتاعتنا، بقدونس وكزبره، وحطيت عودين شبت بسيط كده. انا بحب ريحه الشبت في اي حاجه بعملها. ومعانا طبعا توم. معانا قرن فلفل، الفلفل ده بيودي البصاره في حته تانية خالص. ومعانا بصلايه طبعا صغننه زي ما انتم شايفين كده اهوت، لان هو ربع كيلو. طبعا البهارات بتاعتنا بسيطه جدا وسهله جدا جدا. معانا معلقه ملح، ومعانا ايه؟ معلقه كمون. ما بنحطش اي حاجه، لا كزبره ولا اي حاجه من دي. اول حاجه طبعا هنعملها، هنسوي ايه البصاره بتاعتنا. طبعا في بصل تاني وفي مكونات تانية هنحطها بس في الاخر. هنا بقى هنجيب حله اللي احنا هنسوي فيها البصاره، هننزل بالفول بتاعنا زي ما قلت لكم، غاسلينه وشاطفينه كويس جدا ونقعينه. يعني الاهم من ده كله لازم يتنقع شويه، يعني اي بقوليات لازم تتنقع عشان تستوي معاكي بسرعه. وهننزل بالايه بالخضره بتاعتنا. طبعا الخضره بتاعتنا لو واخده الورق بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهوت، ما باخدش العيدان. بالشكل ده كده اهوت. وهننزل بايه؟ فصين توم، هنخلي الباقي هقول لكم ليه. فصين توم بالشكل ده كده اهوت، وقرن الفلفل بالشكل ده كده. وهنجيب بس سكينه وهنقطع بقى ايه البصلايه بتاعتنا كده اهوت، اي حاجه، لان كده كده ايه هتستوي ايه لما نعلق على البوتاجاز ونحطها في الميه وكده البصلايه هتتهري مننا. اهو هنقطعها بالشكل ده كده اهوت. بس نشيل ايه العود ده كده، نحط بقيه الخضره. وهننزل طبعا ايه بالبهارات بتاعتنا، كمون وملح، مش اكتر من كده. طبعا بعد كده ان شاء الله برضو بعد ما تستوي هنحط تاني كمون وملح. النهارده الكمون عندنا اساسي. هننزل بقى بايه؟ بميه. هنغطي ايه البصاره بتاعتنا، هنغطيها ايه بالميه. خلاص ايه غطينا البصاره بتاعتنا بالميه بالشكل ده كده. اهم حاجه تتغطى بالميه كده اهوت. هنروح بقى على البوتاجاز وهنعلقها. اول ما تغلي تاخد غلوه كده هنهدي عليها عشان تستوي على نار هاديه. واول ما تستوي هوريها لكم بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بقى على ما البصاره بتاعتنا تستوي هننزل ايه؟ هنعمل البصل بتاعنا اللي هنحطه فوق البصاره. هننزل بايه؟ بحبه زيت كده في الطاسه بتاعتنا. مش هنكتر طبعا عارفين الزيت غالي، فمش عايزين ايه اهو بالشكل ده كده اهو. هم حبه الزيت يا دوبك ايه، ده اللي هنعمل بيه البصاره كلها. طبعا هنستنى لما الزيت يسخن معانا، لسه ما سخنش. خلاص الزيت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده سخن. هننزل بقى بايه؟ ببصله مقطعينها كده جوليان زي ما انتم شايفين كده بالطول، ومفرطينها طبعا عن بعضها عشان ما تبقاش ملزقه. هننزل في الايه في الزيت بتاعنا بالشكل ده كده اهو. انا عملت بصلايه كفايه قوي على قد الربع كيلو. لو انت تعملي اكتر من ربع كيلو اعملي بصلتين. هننزل بالشكل ده كده اهو بالبصل كله، هنحمره وبعد كده نطلعه في طبق. بس معلقه ونقلب بالشكل ده كده اهو. طبعا البصاره غليت معانا وهدينا عليها عشان تستوي على نار هاديه. البصل يحمر معانا كده يبقى يدي لون الذهبي. اهم حاجه ما نحرقهوش قوي عشان ما يمررش معانا. وبعد كده نطلعه في طبق. البصل زي ما انتم شايفين كده خد لون ايه ذهبي. طفينا عليه طبعا وبعدناه عن النار عشان ايه ما يتحرقش معانا. هنطلعه ونحطه في طبق عادي، نسيبه بره كده ينشف مع نفسه كده. والزيت طبعا زي ما قلت لكم مش هنرميه، هنعمل ايه البصار. البصاره بتاعتنا بعد ما استوت تمام هتشوفوها دلوقتي بقت زي الزبده زي ما انتم شايفين كده. الفول معانا استوى كويس جدا اهو بالشكل ده كده اهوت. هنطفي عليها بقى ونسيبها تهدى تماما، لان انا هضربها ايه في الخلاط اللي عندي بلندر. بس انا قلت ايه اضربها في الخلاط احسن، تبرد شويه ونرجع نشوف هنعمل ايه. شايفين كده البصاره بتاعتنا هديت تماما تماما. اهم حاجه تهدى يا جماعه عشان الخلاط بتاعنا ما يبص معانا. هي هديت بقت حلوه كويسه جدا. هنحطها ايه في الشفشه بتاعتنا. هنضربها ايه ضربه كويسه جدا جدا لغايه ما تنعم معانا. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه.
هنحط ايه البصاره بتاعتنا في الكب الخلاط بتاعنا كده بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين كده ضربنا البصاره بتاعتنا كويس جدا جدا لغايه ما تنعم معانا. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. نفس الحله بس غسلناها طبعا، اللي احنا عملنا ايه سلقنا فيها البصاره. طبعا مش عايزين نوسخ مواعين كتير. هنجيب بقى ايه الزيت اللي احنا ايه قلينا فيه البصل بالشكل ده كده اهوت. هننزل بالكميه كلهم، حبه مش كتير ولا حاجه، بالشكل ده كده. وبعدين طبعا في ناس بيحطوا بصل، طبعا انا اكتفيت بميه الزيت اللي هو اللي كان فيه البصل. هنزل بايه بثوم احمره، وهاخد منه حبه احطهم على البصلايه، والحبه التانيين خليهم ايه مع الثوم مع البصاره بتاعتي. هنحمره عادي بالشكل ده كده اهوت. طبعا اول ما ريحه الثوم تطلع عشان عايزينه يتحروق معايا عشان ما يمررش، هنروح مطلعين زي ما قلت لكم ايه ناخد معلقه كده من الثوم ده نحطه على البصل. هنا خلاص الثوم بتاعنا اتحمر زي ما قلت لكم وخد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين. خدنا منه ايه زي ما قلت لكم ايه حبه صغيرين نحطهم على البصل. وهننزل بقى ايه بس بالراحه خالص، ننزل على ايه على الثوم والزيت بالشكل ده كده اهو بالبصله بتاعتنا. ونخلي بالنا طبعا لان ممكن يعني لسعتها وحشه جدا. بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. هننزل كل المكونات بتاعتنا وهنحط البهارات بتاعتنا، نقلبها كويس جدا لغايه اما القوام معانا يتقل معانا اهو. وبعدين هنجيب بقى ايه رشه كمون تاني بس كده. الوصفه بتاعتنا النهارده بتعتمد على الكمون. وهنحط ايه نص معلقه ملح، وهنشوف الايه الحدق بتاعنا ايه حلو ولا لا. يعني عاوز ملح تاني هنحط، مش عاوز خلاص. طبعا في مكون واحد بس هو اللي فاضل، زي ما بقول لكم هيودي البصاره في حته تانية خالص. في ناس طبعا بيحطوا عليها ملوخيه، بس انا ما بحبش احط عليها ملوخيه. انا بحب احط مكون تاني هتشوفوه دلوقتي. خلي بالكم بقى ان اول ما بتغلي بتعمل فقاقيع كده وبتلسع الايد. نفضل بقى نقلب فيها كده لغايه ما القوام بتاعنا يبقى ايه يتقل معانا كده زي المهلبيه. شايفين كده البصاره بتاعتنا ايه ابتدت تغلي. ده المكون اللي احنا هنحطه النعناع. انا لسه منشفاه جايباه وغسلته غسله كويسه جدا وحطيته في صينيه، بس ما نحطوش في الشمس ولا حاجه، بنحطه في الظل يعني في اوضه يعني او في اي مكان ظل اهو. لسه ايه منشفاه امبارح اهو زي ما انتم شايفين كده. هناخده بقى ايه ونفركه ونحطه على الايه على البصاره. بيدي البصاره طعم وريحه مش قادره اوصف لكم بجد والله. سيبكم بقى من الملوخيه والحاجات اللي بتتحط عليها دي، فانا بقول لكم ده المكون ده الوحيد اللي بحطه عليها اهو بالشكل ده كده اهوت. وهنقلب بقى ايه البصله بتاعتنا بقى وشمي بقى الروايح بقى. اول ما تحطي النعناع بجد والله الريحه ملهاش حل. عايزه تتاكل على البوتاجاز كده وهي لسه ايه بنغليها. اول ما تتقل معانا بقى نروح ايه جايبين الاطباق التقديم ونقدم فيها. طبعا انا كان نفسي عايزه البصل اللي هو الاخضر اللي هو بس ما طبعا انا ما نزلتش، فهكتفي بالبصل العادي اللي احنا بنعمل بيه الاكل. نقطع بقى طماطمتين مخليين جنبها كده والوصفه هتمشي ان شاء الله. البصله بعد ما نزلناها من على النار زي ما انتم شايفين كده ده قوام البصله بتاعتنا. ما يكونش اتقل من كده ولا اخف من كده، قوامها جميل جدا ان هي لسه هتتقل تاني. وهنجيب بقى طبق التقديم بتاعنا ونقدم فيها ايه طبق البصله الجميل ده. يعني اللي هو الربع كيلو بيطلع طبقين او 3 اطباق حسب نوع الطبق او حجم الطبق اللي انت هتقدمي فيه بالشكل ده كده اهوت. طبعا بقى ايه لو عايزه بقى تفرقي على حبايبك كده زي زمان اعملي نص كيلو وفرقي على حبايبك اللي بيحبوا البصاره. طبعا انا ولادي ما بيحبوهاش طبعا، فانا ايه عاملاها على قد انا وجوزي لان هو بيحب البصاره جدا بالشكل ده كده اهوت. زي ما انتم شايفين كده زي ما قلت لكم هيطلعوا ايه يعني طبقين ونص كده. الربع كيلو يعني ما شاء الله يعني ممكن ياكل الاربع افراد. يعني الطبق ده ياكل نفرين بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنجيب كمان طبق ونغرف فيه كميه البصاره اللي طلعت لنا من ربع كيلو بصاره. يعني شوفي هتغدي البيت كله باقل من 20 جنيه بجد والله. وصفه جميله سهله جدا جدا. تعالوا بقى نجيب البصل ايه ونحطه على الوش. طبعا زي ما قلت لكم هنعمل معاها طماطم مخلله والبصل بنقطعه ونحط عليه شويه خل.
ايه، نجرنش الطبق بتاعنا بالبصل الجميل بالثوم اللي زي ما انت شايفين كده. حطيت الثوم على البصل بجد والله تحفه تحفه تحفه. هنحط ايه حبه بصل فوق الوش بالشكل ده كده اهوت، وعيشي حياتك بقى اهو كده اهوت. طريقه سهله جدا وبسيطه. نحط برضو على الطبق التالت كده ايه شويه بصل برضو. الثوم بيدي طعم جميل جدا للبصل. جربيه تعملي بالطريقه دي، يعني ما تحطيش بصل بس لوحده، حطي ثوم على بصل مقليه بالشكل ده كده اهوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا اي حد بيسمع معلش في اللفظ بقى، يعني حمار بينهق ولا حاجه لازم يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات بالشكل ده كده اهوت. بجد وصفه جميله جدا سهله جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.